اوعى تصحى في اي يوم تمسك التليفون. التليفون بياكل نص يومك. التليفون لو انت صحيت مسكت التليفون اعتبر يومك انتهى. يومك كله هيبقى عبارة عن كسل وتسويف ومش قادر تقوم ومش قادر تتحرك. لكن لو انت صحيت من النوم وصليت وبدأت تعمل شغلك والمهام اللي عليك في يومك هتفضل طول اليوم منتج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم يا جماعة في حلقة مهمة أوي 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 أوي، وهي إدارة الوقت. إدارة الوقت المفروض ما تكونش اسمها إدارة الوقت، المفروض تبقى اسمها ازاي نتحكم في أنفسنا تجاه الوقت. لأن الوقت مش بيوقت، الوقت بيعدي وبيستمر وبيمر حتى لو ساعات الدنيا كلها وقفت. أنا بعمل لكم الحلقة دي النهاردة علشان الوقت الحاجة الوحيدة اللي ممكن يغير مسار حياتك. الوقت اللي لو أخدت بالك منه حرفيا هتسبق الكل. في حاجات في يومك ليها لازمة وفي حاجات ملهاش لازمة بتضيع أوقات كتير. السوشيال ميديا مثلا دي حاجة بنضيع عليها معظم وقتنا وما بنستفادش منها بأي حاجة. السوشيال ميديا دي لو انت ركزت كده هتلاقي ان هي بتاكل يومك حرفيا. اوعى تصحى في اي يوم تمسك التليفون. التليفون بياكل نص يومك. التليفون لو انت صحيت مسكت التليفون اعتبر يومك انتهى. يومك كله هيبقى عبارة عن كسل وتسويف ومش قادر تقوم ومش قادر تتحرك. لكن لو انت صحيت من النوم وصليت وبدأت تعمل شغلك والمهام اللي عليك في يومك هتفضل طول اليوم منتج. لو انت صحيت مسكت التليفون قعدت مثلا تقلب في التيك توك في الانستجرام هتبص هتلاقي 3 4 ساعات عدوا من غير ما تاخد بالك. الناس يا جماعة اللي معاها ايفون تخش تشوف هي بتقعد على البرامج قد ايه، ويا ريت انت تستفاد. يعني انت هتطلع بزيرو معلومة. مواقع التواصل دي اصلا بتتنافس على وقت، يعني كل برنامج بيحاول يخلي الناس تقعد عنده اكتر. لازم وقتك يكون مهم عندك. يعني تلاقي معظم رجال الأعمال أو الناس اللي ليهم شأن لما تقعد تتكلم معاهم يقول لك أنا قدامي وقت، أنا معايا وقت نص ساعة وهمشي، أنا ربع ساعة وهمشي. إحنا كعرب بنزعل من الحتة دي قوي. طب وليه؟ ده حقه وحقه إن هو ده وقته. جماعة القرون، القرن اللي هو المية سنة بيتكون من ثواني حرفيا. جماعة الموضوع صعب فعلا. يعني الثواني بتعمل دقايق والدقايق بتعمل ساعات والساعات بتعمل أيام والأيام بتعمل أسابيع والأسابيع بتعمل شهور والشهور بتعمل سنين والسنين بتعمل قرون. شايفين القرون اللي احنا وصلنا لها دي من الثواني؟ الموضوع صعب. لازم تبقى مجهز كل ساعة تعمل ايه فيها في يومك. مفيش حد بينجح من غير تخطيط، مفيش حد بينجح من غير روتين، مفيش حد بينجح من غير انضباط اصلا. يا جماعة في مقولة جميلة قوي بتقول الوقت هو أثمن عملة في حياتي، أنت وحدك من سيحدد كيفية إنفاقها، فاحرص ألا تدع الآخرين ينفقونها نيابة عنك. ما تخليش حد يشغلك، ما تخليش حد ياخد من وقتك، ما تستفادش انت بأي حاجة. طبعا كلنا عارفين الحكمة اللي بتقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. عشان كده بقولك لازم تراقب وقتك. عايزك تخطط ليومك، تعمل جدول يومي تشوف هتعمل ايه. مش شرط يا جماعة تعمل جدول فيه مهام كتير وما تقدرش تعمله، لا اعمل جدول صغير على قدك بس أهم حاجة تستمر. واحدة واحدة هتكبر المهام. الناس زمان يا جماعة كانت بتتراوح أعمارهم ما بين 300 ل 500 وبيقولوا لك مفيش وقت. واحنا أعمارنا بتتراوح ما بين 60 لل 70 وبنفضل نلهو ونلعب ونضيع كل 60 وال 70 وال 80 على الفاضي، ما بنعملش أي حاجة. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. خليش أي دقيقة تروح من إيدك على الفاضي. يعني مثلا وأنت راكب مواصلات استغفر يا عم، سبح، استفاد من كل دقيقة بتعدي وتروح منك. في حديث تاني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. انت لو اديت ربع ساعة أي حاجة في حياتك، إذا كانت مهارة أو إذا كانت لغة، ربع ساعة بس كل يوم على مدار 365 يوم بتوع السنة تعلم المهارة. الوقت يا جماعة أغلى من المال، الوقت أغلى من المال بكتير. عشان كده بقولك الوقت هو أغلى حاجة في إيدك. الوقت اللي لو اهتميت بيه هيغير مسار حياتك حرفيا. غير إنك لو ضيعت وقتك ده هتتحاسب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. متضيعش عمرك على الفاضي. نفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من وقتك. خلي وقتك هو أغلى حاجة في يومك. بس كده وبكده يكون الفيديو خلص. أشوفكم على خير الحلقة الجاية.